السلام عليكم. أنا آية هويدي. هنكمل إن شاء الله كلامنا عن الجنة، عن الأبواب، وهنتكلم عن التراب بتاع الجنة وأرضية الجنة عاملة إزاي والشجرة اللي فيها غير ما احنا كنا متخيلين. هنتكلم عن مفاهيم جديدة في الجنة ودرجات الجنة، هنتكلم برضو فيها عن أعلى حد منزلة في الجنة وأقل منزلة هتكون في الجنة. أول حاجة أبواب الجنة. أبواب الجنة عددهم 8، بين كل باب وباب مسيرة 40 سنة. مش مثلا عشان نروح من الباب ده للباب تاني فهنمشي 40 سنة في صحراء مثلا أو في حاجة فاضية، لا، في ازدحام من كل باب للباب التاني. طيب، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. طيب، هل ينفع حد فينا بقى في الدنيا يبقى منهم؟ الجميل بقى في الموضوع ان احنا لما نلتزم الدعاء بعد الوضوء، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، هندخل من أي باب من أبواب الجنة اللي احنا نتمناه من أبواب الجنة 8. وده شيء جميل، يعني هو ده واجب عملي بسيط جدا هنعمله، وإن شاء الله ربنا يرزقنا بيه حاجة عظيمة زي إن احنا ندخل من أي باب حيث نشاء. يعني هنبدأ بقى نوصف الأرض بتاعة الجنة. أرض الجنة اللي هتدوس عليها رجلينا في الجنة لبنة من ذهب ولبنة من صدق. أغلى حاجة أنت كنت حابب تمتلكها في الدنيا دي رجليك هتدوس عليها في الجنة، فما بالك بقى باقي الجنة وعظمة الجنة فيها إيه؟ حتى الفرق اللي بين كل بلاطة والتانية ده مسك. والمسك ده لو احنا حد فكر يشتري مسك أصلي بيشتري 10 جرام و5 جرام حاجة كده، يعني تبقى غالية ومش بيبقى أصلي كمان. يعني فما بالنا بقى من مسك الجنة. الحصى اللي موجود في الجنة ده عبارة عن لؤلؤ وياقوت، حاجات كده يعني مش بنسمع عنها شوية في الدنيا، مش عشان هي مش موجودة، بس عشان هي غالية ونادرا جدا ما حد بيمتلكها، وبيمتلكها الناس اللي هي واصلة شوية يعني. فدي بتبقى من الحاجات اللي انت بتدوس عليها في الجنة، حاجة كده تحت رجليك. طيب، ان احنا نقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كده احنا اتبنت لينا شجرة في الجنة. ايه بقى مواصفات الشجرة دي؟ الشجرة دي مش زي الشجر اللي عندنا في الدنيا، مش شجرة ليها ورق عادي ولا غصون عادية ولا لا، الغصن بتاع الشجرة ده من دهب، اللي هو احنا لو حد مثلا جاب سبيكة دهب، وده يعني لما بيبقى من اثرياء القوم برضه، وحاول ان هو يشكلها، مهما نتشقلب هيشكلها شجرة ديكوريشن كده تتحط على مكتبه ولا يعلقها في فاترينا عشان تبقى حاجة كده يعني ليفل للوحش. لو حد عمل شجرة بس كده من دهب ديكوريشن وبتبقى كلها عبارة عن أغصان كمان، ممكن يبقى خلاص ما عادش عاوز أي حاجة تانية من الدنيا. يعني انت ليك بقى شجرة في الجنة، وظل الشجرة دي 40 سنة، الظل بتاع الشجرة بس. والشجر كمان في الجنة مش شجر صغير زي ارتفاعنا او هيبقى ليها ارتفاع معين، لا، الشجره في الجنه كبيره، يعني ظلها بس 40 سنه. خدت تفاحه، هي التفاحه زي ما هي مكانها. وحاجه تانية كمان جميله، ان احنا لما هندخل الجنه بندخل على هيئه سيدنا ادم وطوله، وهو كان طويل، فالشجره مذلله على طول سيدنا ادم، يعني هي اطول من كده كمان. يعني تخيل ان انت بتملك شجره بالطول والحجم ده عشان قلت حاجة بسيطة مجهودها بسيط على اللسان، بس أثرها إن أنت هتمتلك شجرة سيقانها ذهب وحجمها كبير بالشكل اللي احنا وصفناه ده. يعني اللي هيفوت حاجة زي كده هو الخسران. يعني برضو من المعاني اللي ما كنتش أعرف عنها حاجة وكانت جديدة بالنسبة لي، إن الجنة هتبقى فيها مساحات خضرة كده كبيرة وجناين، ودي اللي يبقى فيها كل الناس بنتقابل فيها وبنقعد فيها، دي اللي فيها الشجر وفيها الأنهار وفيها الدواب، فيها كل حاجة في الجنة. وفي مساكن طيبة، المساكن الطيبة دي اللي احنا دي بتبقى بيوتنا بقى في الجنة. يعني إن الواحد يبقى عايش مثلا في كومباوند في أماكن ترفيهية، وفي بيوت اللي هي بقى إيه، بتبقى نظام فيلل صغيرة كده وقدامها حمام سباحة وجنينة للبيت ده نفسه أو جنة بقى. لا، انت يبقى ليك المساكن بتاعتك، وجوه المسكن ده في جنة من تصميم ربنا، مش تصميم بقى واحد معماري شاطر جدا، لا، يعني ربنا يا رب يوعدنا كلنا. مخيلاتنا عن الجنة ان هي مكان كبير واخضر وشجر وانهار وثمار، وبنقعد نطلب اللي احنا عايزينه وحور عين. بس الترتيبة بقى مش متظبطة شوية عند معظمنا، انا برضو من الناس اللي ما كانتش متظبطة معايا في مساكن طيبة، ودي منفصلة عن، يعني عشان لما الانسان يبقى خلاص بقى عاوز يبقى في خلوة مع نفسه او مع اهله، او عاوز بقى يعمل اي اكتيفيتي براحته،
فانت ليك اصلا بيتك تقدر تعمل فيه كل ده، وبيتك ده اصلا جنة لوحده، هو بيتك اصلا جنة منفصلة كمان عن الجنة الكبيرة اللي هو المساحات الترفيهية والاماكن الكبيرة اللي ربنا خلقها. يعني اخر حاجة ان شاء الله درجات الجنة. الدرجات في الجنة ونعيم الجنة بيبقى متفاوت، لان احنا كلنا مش زي بعض، اعمالنا كلها مش بتبقى متساوية. في اللي اعماله حسناته بتدخله درجة اعلى في الجنة من الدرجات الباقية. الانبياء والشهداء والمجاهدين في سبيل الله والناس دي كلها بيبقى ليهم درجات مختلفة. في حاجة اسمها الغرف في الجنة، عاملة زي الكواكب. لما الناس بتبص من الارض على القمر مثلا او على كوكب معين ظاهر، اهل الجنة بيبصوا على اهل الغرف دول زي ما احنا بنبص على الكواكب بالظبط. بيبقوا شايفين اهل الغرف دول حاجة كبيرة قوي وفي مكان عالي قوي بتنور كده وبتلمع. طبعا دول ليهم مكانة تانية مختلفة، وبيبقى فيه بتبقى برضو للأنبياء وبتبقى للشهداء. لما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يعني أكيد الغرف دي للأنبياء، قال لهم لا، إن في ناس فيها ناس بقى يعني منزلة فعلا عالية قوي من الإيمان والإخلاص مع ربنا ليهم الغرف. يعني هي مش مستحيلة، يعني مش مستحيلة برضو إن الواحد تمناها أو يعمل علشانها. يعني برضو من أسباب إن ربنا يرزقنا بالغرف هو الصبر. نقول مثلا إن إحنا لما نصبر هننال، ففعلا إحنا حتى لو ما نلناش حاجة في الدنيا فبالصبر بس، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. بالصبر إن إحنا نبقى صابرين ونثبت في إن إحنا ما نمشيش ورا شهواتنا في الدنيا، ونزود في الطاعة ونجاهد نفسنا ونصبر عليها، ولو ربنا ابتلانا أي ابتلاء أو كده نصبر عليه. فهو الصبر ده هو اللي هيرزقنا الغرف، وهو اللي هيرزقنا أعلى المكانات في الجنة. طيب الفردوس الأعلى زي ما سيدنا محمد قال لنا إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. ما يبقاش طموحنا بسيط في الجنة ونقول احنا عايزين أي درجة وخلاص، المهم إن احنا ندخل الجنة حتى لو هنبقى في أقل مكان. لا، فلازم نخلي طموحنا في الجنة كبير، عشان لو تمنينا الفردوس ممكن نوصل للأقل منه. هو احنا بنحاول، فلو اتمنينا اقل هنوصل للاقل، ولو اتمنينا نبقى اقل حد في الجنه ممكن ما ندخلهاش. فاحنا لازم نعلي طموحنا شويه علشان باذن الله ربنا يرزقنا مكان كبير في الجنه. الفردوس هو اعلى مكان في الجنه وبيتوسط الجنه، يعني هو في منتصف الجنه وهو اعلى مكان في الجنه. تخيلنا مثلا التورته اللي هي بتبقى ادوار كده، فهو اعلى مكان وهو متوسط الجنه، واللي منه بتنفجر الانهار بتاعه الجنه كلها، تبدا تنزل على الدرجات اللي اقل منها. سقفه هو عرش الرحمن، ومش مش اي سقف ده يعني، وهي مش اي مكانه ومش اي نعيم ومش بتبقى لاي حد. فربنا يا رب يعني نسال الله الفردوس الاعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. يعني ربنا يا رب يصبرنا على نفسنا ويهدينا ويصرف عننا يا رب، اللهم أمين. أعلى مكانة في الجنة هو الوسيلة. الوسيلة دي مكان اللي هياخده شخص واحد بس، وبإذن الله تكون من نصيب سيدنا محمد. وسيدنا محمد قال لنا اسألوا الله لي الوسيلة. من الحاجات اللي هتضمن لينا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعة مطلقة، إن احنا بعد كل أذان هنقول الدعاء بتاع اللهم رب هذه الدعوة تامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام محمودا الذي وعد. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انت كده ضمنت شفاعة النبي ليك يوم القيامة، علشان انت بس سألت الله له الوسيلة اللي هي أعلى مكان في الجنة، وهي لشخص واحد بس وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أقل واحد هيدخل الجنة هياخد إيه لما يدخل الجنة؟ بعد ما الناس كلها تدخل الجنة وتاخد الأماكن بتاعتها، هيقول له ربنا يعني هو هياخد ايه بقى؟ يعني يا رب انا عاوز ادخل الجنه هاخد ايه؟ فربنا هيقول له هيديله ملك من ملوك الارض وضاعف الملك. يعني مثلا اغنى واحد كان في الارض كان مين، وانت هتاخد الملك بتاعه وهتاخد ضعف الملك بتاعه. فيقول يا رب انا رضيت. فيرجع ربنا يقول له اتمنى، يعني اللي هو هيتمناه ربنا هيديهوله في الجنه بتاعته. يقعد يتمنى ويبدع بقى ويطلب طلبات كتير 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 يعني، فربنا هيقول له ايه، انت ليك ده وهتاخد الضعف. فيقعد كمان يتمنى، فلما ينسى حاجات ربنا يفكره، يقولوا طب مش عاوز كذا، طب مش عاوز شجر كذا، طب مش عاوز الحاجة الفلانية، اللي يقعد ربنا يفكره ويقول ان في الجنة كذا وكذا، فانت ايه رأيك في كذا؟ فيقول عاوز كذا وكذا وكذا. فربنا يقعد يفكره بالحاجات يعني نعيمة هو يقدر يطلبه، فيقول عاوز كذا وكذا. يعني من كرم ربنا ان هو يقعد يفكر. فبعد ما يخلص ربنا يقول له ايه، لك هذا ومثلهما. فالشخص اللي هو اقل واحد في الجنة ده هيقول ان هو ما حدش اخد زيه في الدنيا دي كلها من النعيم اللي هو فيه. هيقول انا اتنعمت نعيم ما فيش واحد في الدنيا دي كلها اخده وهو اقل واحد في الجنة. يعني اللي هو انت كحيان يا محمد
انت غلبان قوي يعني. مش عشان كده ان احنا نتمنى اقل درجة في الجنة او نتمنى ان احنا ندخل الجنة وبس، نخلي طموحنا زيادة شوية في فكرة ان لا يا رب احنا نسأل ربنا الفردوس زي ما سيدنا محمد قال لنا. الواجبات العملية النهاردة بسيطة، وهي ان احنا نقول الدعاء بعد الاذان والدعاء بعد الوضوء، ونقول غراس الجنة الشجر بتاعها، وندعي ربنا دايما ان هو يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ويعيننا ويرزقنا ان احنا ندخل من كل أبواب الجنة ونعمل بقى علشان كده. يعني هي الحاجات اللي احنا نعملها بسيطة جدا، حاجات هنقولها بلساننا بس، وحاجات بسيطة بعد كل أذان بعد كل وضوء، فحاجات بسيطة بدنيا بس ثوابها كبير كده. تمام، احنا الدنيا بس طولت علشان احنا كنا عاوزين نتكلم عن أكتر من حاجة ونرتبهم الترتيب ده علشان نبدأ ندخل في ان احنا ازاي نتمنى حاجات كتير قوي في الجنة، وازاي بيوتنا ممكن يبقى شكلها أجمل حاجة في الدنيا، أجمل من أجمل كومباوند وأجمل مكان ممكن أي حد يصيف فيه في الكرة الأرضية دي كلها. إن شاء الله ندخل في الموضوع ده يعني، ويبقى تخيلاتنا فيه جميلة وتشجعنا أكتر عن الجنة. ندعي ربنا دايما كل يوم إن هو يرزقنا الجنة، ونحاول إن احنا نعمل حاجة بسيطة جدا في يومنا تدخلنا وتفكرنا بالجنة إن شاء الله يعني. بس سلام عليكم.